ما هي أعظم معجزة بالدليل المحسوس؟ ممكن تقولون مثلا سور الصين العظيم ولا الأهرامات ولا شيء. أنا أعطيكم يعني على قولهم بالأرقام والحقائق. أعظم معجزة يا أخوان موجودة على وجه الأرض هي بئر زمزم. سبحان الله. تقولوا كيف؟ بئر زمزم له 5000 سنة، بحار توقفت واندثرت، بحار ومحيطات كاملة، والبئر هذا شغال. طيب البئر هذا اكتشف يعني الله عز وجل هزمة جبريل أو ركضة جبريل لمين؟ لأم إسماعيل و4 أنفار و20 نفر وقبيلة جرهم حوالي 1000 نفر، كان يكفيهم. ثم أتت القبائل صاروا مثلا 100,000، صار كمان يكفيهم. ثم زايدت الأعداد، الآن 2 مليون إلى 4 مليون حاج يأتون بس في الحج. فنقوم ناخذ قياسات احنا قبل لاية الحجاج، 4 ملايين كاسة توزع في الحرم، 4 ملايين كاسة. وخشوا على النت اكتبوا، أنا عندي حديث الإخبارية يعني تناولته كل يمكن القنوات. 4 ملايين كاسة يوميا، يعني في الشهر كم؟ يعني في السنة كم؟ يعني لنا 100 سنة كم؟ طيب حوالي 100 تريلا تذهب إلى المدينة يوميا ماء زمزم. 1,000,000 عبوة حقت زمزم اللي تباع في هذا. ايش البير هذا؟ هذا بير ولا بحر ولا محيط ولا شيء لا يصدق العقل. واختم لكم بهذه المعلومة يمكن لأول مرة تسمعوها في حياتكم. هذا البير له 3 عيون، واحدة من تحت الصفا جبل الصفا، واحدة من تحت المروة، واحدة من تحت الحجر الأسود. تجي ال3 عيون تصب في البير، إذا ما صبت ما يتكون طعم زمزم. يعني أخذنا من اللي تحت الصفا، جينا الموية عايدية أخرى يمكن ما هي طيبة، قلنا يمكن تحت المروة مياه عايدية، قلنا تحت الحجر الأسود مياه عايدية. يجب أن تتكون ال3 وتصب في البير وتختلط حتى يتكون طعم.